عارف لما تسرح في اللاوعي بتاعك وتتخيل نفسك بطل خارق بتنقذ الناس او فنان مشهور بيطاردوك المعجبين؟ هو ده فيلمنا النهارده، ذا سيكريت لايف اوف والتر ميتي، واحد من اروع الافلام اللي انا شفتها ومستغرب ازاي الفيلم ده اندر ريتد بالشكل ده. فيلمنا بيتكلم عن والتر واللي بيشتغل في شركه نشر صغيره واللي حياته بتكون ممله ومكرره وفيها مخاوف كتير، ولكن بطلنا بيقدر يهرب من العالم الممل ده عن طريق انه يسرح في اللاوعي بتاعه وبيسرح في عالم الخيال، واللي بيتخيل فيه ان شيرل الموظفه اللي بتشتغل معاه في الشركه معجبة بيه وبتحبه زي ما هو بيتمنى وزي ما هو بيحاول يتعرف عليها في العالم الحقيقي. فيلم سيكريت لايف اوف والتر ميتي نزل سنة 2013 ومن بطولة واخراج بين ستيلر، وبين ستيلر يعني نايت ذا ميوزيوم، مدغاسكر، زولاندر، وافلام كتير حلوة لنا ذكريات كتير معاها. حقيقي الفيلم واحد من افضل الافلام اللي انا شفتها، وبيقدم قصة ورسالة من اروع ما يكون، والفيلم بيورينا التناقض ما بين عالم والتر الخيالي وما بين الواقع اللي هو بيعيشه، وبيورينا شخصية والتر الرتيبة والجبانة والشخص اللي